السنه اللي فاتت كان كل المنهج بتاع الترم الاول او الفيرست ترم عندك كان 8 دروس، والمنهج بتاع الترم الثاني كان 8 دروس. فهو دلوقتي يعتبروا جايبين لك منهج قد السنه كلها حاطينه في ترم واحد. طيب اهم حاجه عندي يمكن هي الاساس دايما هو ليسون 1. ليسون 1 هو ده كان برضو نفس ليسون 1 في ايه في السنه اللي عدت او في اولى ثانوي عموما. ليسون 1 ده فيه كل البيزكس بتاعت الايه بتاعت الفيزيكس عموما. لو ظبطت معانا مش هيبقى عندنا مشكله في الفيزيكس بعد كده، ما ظبطتش دايما هيبقى في مشاكل. طيب عشان كده بقى بقول لك صلي على النبي عليه الصلاه والسلام وركز معايا في بعض الحاجات خدناها زي الميجرمنت بروسيس. يعني ايه ميجرمنت بروسيس؟ ها including ذا ايه؟ include ذا سكند. ماشي. طيب كنت موجوده المره اللي فاتت صح؟ قلنا ان التايبز بتاعت الفيزيكال كوانتيتيز كانت حاجتين، ايه هما؟ ديرايفد والفاندامنتال. يعني ايه فاندامنتال؟ كانت بي. ودي الاكزامبلز كده عليها. اللينس ماشي، الماس والتايم تمام ماشي. اماونت اوف سبستانس والليمونس ايه؟ والليمونس انتنسيتي. طيب الدرايفد معناه ايه يا دكتور؟ ها ذات كان بي ايه؟ فروم انذر ايه؟ فيزيكال كوانتيتيز عموما. تمام. الشويه اللي في الاول او اللي بتاخده قبل كده عشان الناس اللي ما حضرتش هينزل لكم بيهم فيديو فيه شرح كل الحاجات بتاعت السيشن اللي فاتت. من اول بقى دلوقتي انا عايز حضرتك تركز معايا. هي الحاجات اللي هتتاخد دلوقتي هي تعتبر ماس اكتر ما هي فيزيكس، بس انت بتحتاجها كتير جدا في الفيزيكس. هناخد دلوقتي حاجه اسمها المالتيبلايز اند فراكشنز اوف ايه؟ اوف يونتس يا دكاتره ان ذا انترناشونال سيستم. صلى على الحبيب كده عليه الصلاه والسلام وتعالى نركز مع بعض اقول لك هو يقصد ايه بالكلام ده. دول ان شاء الله باذن الله مش هياخدوا معانا 10 دقائق، وبعد كده هنبدا ناخد كلام مهم جدا. ده الهم اللي مستنيكم في ثالثه ثانوي. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بصوا يا شباب، انا دلوقتي لو بكتب 10 تمام، هي ال 10 دي 1 وقدامه كام زيرو؟ 0 1 صح؟ فهي بالظبط يا دكاتره 10 باور كام؟ 10 باور 1. طب هي بالظبط ال 10 باور 1 دي فوق، لو عايزين ننزلها تحت بتبقى كام؟ 10 باور نيجاتيف 1. تمام؟ ده الكلام بقى اللي الراجل هيقعد يعلمه لك في الايه؟ في شويه الكلام ده من الليسون يعني. طيب لو بنتكلم على ال 100، ال 100 1 وقدامه كام زيرو؟ 2 زيرو صح؟ يبقى هي بالنسبه لنا 10 باور كام؟ باور 2. طب هي بالظبط 1 اوفر كام؟ 10 باور نيجاتيف 2. طب هو بيعلمنا الكلام ده ليه؟ عشان وانا بحل اي مساله في الفيزيكس عموما ممكن تبقى الكالكوليتور مطلع لي 100، ابص في اللي تشوز عندي ما الاقيش 100 خالص. هي 10 باور كام؟ وهي برضو كام؟ 1 اوفر كام؟ 10 باور نيجاتيف 2. يعني ناس كتير جدا بعد ما بتحل المساله بتيجي جايه واقفه وبتقول انا مش لاقي الريزلت بتاعتي موجوده، هي طالعه اصلا 100. تمام؟ فتلاقي في اللي تشوز عندك او تلاقي في الاختيارات اللي موجوده مفيش 100 خالص، تلاقيه كاتب لك 1 اوفر كام؟ 10 باور نيجاتيف 2. صلى على الحبيب كده عليه الصلاه والسلام. طبعا بالمثل برضو لو جينا قلنا 1000 هتبقى كام؟ 10 باور 3. يعني هو عايز يعلمك ان 1 وقدامه اي زيروز بتحولها ل 10 باور حاجه. فبنعد النمبر بتاع الزيروز ده 3 زيروز يبقى 10 باور 3. فهي بالظبط كام يا دكاتره؟ 1 اوفر 10 باور نيجاتيف 3. هنا نفس الموضوع 4 زيروز يبقى 10 باور 4. طب هي بالظبط 1 اوفر كام؟ 10 باور نيجاتيف 4. تمام؟ ركز بقى كده وصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طب تاني حاجه برضو عايز يكلمنا عليها، بيقول لحضرتك ان احنا لو معانا 0.1 تمام، هو في كام نمبر بعد البوينت دلوقتي؟ 1 صح؟ طيب انا اقدر اخليها كام؟ 0 او 10 باور نيجاتيف 1 على طول. تمام؟ طب ال 10 باور نيجاتيف 1 دي يا دكاتره لو انا عايز انزلها تحت هتبقى كام؟ 1 اوفر 10. معايا؟ مش لو انا فوق والباور نيجاتيف لما انزلها تحت يبقى الباور ايه؟ بوزيتيف على طول. طيب لو جينا قلنا 0.01 هي بالظبط 10 باور نيجاتيف 2.
طب هي بالظبط 1 اوفر كام؟ 10 باور 2. هو عايزك تتعود على ان اي نمبر ليه اكتر من شكل او ليه اكتر من شيب، بس كلهم في الاخر ايكوال بعض. تمام؟ يعني 1 اوفر 10 باور 2 هي 10 باور نيجاتيف 2 هي 0.01. طب 0.001 ها يبقى دي 10 باور كام؟ نيجاتيف 3. طيب هي بالظبط 1 اوفر هي بالظبط 1 اوفر كام؟ 10 باور 3 بس. مش 10 باور 3 دي معناها 1000 اصلا؟ يعني احنا دي كنا نقدر نخليها 1 اوفر كام؟ 100. تمام؟ دي باور 1 خلاص خلصت. طيب اخر حاجه صلى على الحبيب كده عليه الصلاه والسلام 0.0001 هي 0.0001 كده في كام نمبر بعد البوينت؟ 4 صح؟ يبقى على طول انت مغمض عينيك 10 باور نيجاتيف كام؟ 4. فهي 1 اوفر 10000 هي 1 اوفر 10 باور 4. تمام؟ من هنا تتعلم انك انت لما تخلص اي مساله فيزيكس عموما ما تصدقش الرقم او النمبر اللي طالع لك على الكالكوليتور. هو ممكن تلاقي نفس النمبر بس كاتبه لك بشكل مختلف او بشيب مختلف، لكن هو في الاخر سيم فاليو، نفس الفاليو بالظبط. صلى على الحبيب كده عليه الصلاه والسلام. طيب دلوقتي يا دكاتره لو عامل لي 0.0003 تعرفي تخرجي لي النمبر ده بشكل مختلف؟ هسألك سؤال وبعد كده جاوبي معايا واحده واحده. هو في كام نمبر بعد البوينت؟ 4 صح؟ طيب الفور دول معناهم 10 باور نيجاتيف كام؟ 4 صح؟ طب بالنسبه لل3 اعملي لها تايمز وخلاص. معايا يا دكاتره؟ طيب يعني دي برضو تنفع تتكتب بشكل تاني. 3 اهي ال 10 دي باور نيجاتيف كام؟ تنزل تحت بقت ايه؟ باور 4. معايا؟ يبقى انا دلوقتي عايز يكون في مرونه شويه وانا بتعامل مع النمبرز اللي بتخرج لي بعد ما بخلص اي مساله. تمام؟ عد كام نمبر بعد البوينت؟ 4. خلاص يبقى 10 باور نيجاتيف 4. طب هي لو 1 خلاص سيبها، كانت هتبقى 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ب 10 باور نيجاتيف 4 وخلاص زي ما كان بيحصل هنا. طيب لو هي اي نمبر تاني غير الفور يبقى حط النمبر بعد ما تحط 10 باور نيجاتيف 4 دي. طيب كمان حاجه كده تثبت لي المعلومه شويه. طبعا 3 تايمز او 30000 مثلا، هو في كام زيرو بعد النمبر؟ 4. يبقى اهو 10 باور 4 وحط النمبر زي ما هو. تمام؟ مركزين بنعمل ايه؟ طيب هنا بقى ال 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ده معناه انك انت ايه؟ هو في بوينت هنا اصلا. كده في بوينت هنا، يعني حرك البوينت دي 4 ارقام ناحيه الايه؟ ناحيه الليفت كده. هترجع تاني لنفس الفاليو بتاعتها دي. تمام؟ مركزين بنعمل ايه؟ حد مش فاهم؟ طيب لو جينا لقيناها 0.0025 حد يكتب لي النمبر ده باكتر من شكل. عايز 3 اشكال ليه. قولي لي كده اي شكل ليه. هو في بوينت صح؟ في كام نمبر بعد البوينت؟ 4. يبقى اقدر احط 10 باور نيجاتيف كام؟ 4. وهنا 25 وتايمز. طب قدري حضرتك انا عايزها 2.5. 2.5 يعني انا خدت ال 3 نمبرز دول بس. يبقى تايمز كام؟ 10 باور نيجاتيف 3. طيب انا لو عايز اخليها 0.25 0.25 يعني البوينت دي هجيبها الناحيه دي كده. كده احنا عدينا البوينت من كام نمبر؟ 2 بس. يبقى تايمز كام؟ 10 باور نيجاتيف 2. صلى على الحبيب كده عليه الصلاه والسلام وركز معايا. فاهمين احنا عملنا ايه دلوقتي؟ حد مش فاهم؟ الكلام ده احنا فيه اسئله كتير عليه في ليسون 1 موجوده عندنا. طيب بعد انت ما فهمت شويه الكلام دول، تعالى بقى نتدرب على الحاجه الاكثر احترافيه شويه. انا دلوقتي يا دكاتره معايا 0.000 مثلا 321. ده نمبر صغير جدا. انا عايز اجيب له اكتر من شيب بحيث ان انا برضو ما اغيرش الفاليو بتاعته، الفاليو بتاعته تفضل زي ما هي بالظبط. فانت هتتعامل مع البوينت دي. البوينت احنا لو بنحركها ناحيه الرايت، تمام، بنحط 10 باور نيجاتيف. تمام؟ طيب لو هنحركها ناحيه الليفت بنحط 10 باور بوزيتيف. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام.
انا مش عايزك تبقى قاعد متنح، انا عايزك تبقى فاهم كل كلمه بتتقال لك ووزنها كده بدماغك، لقيت حاجه مش واضحه اسالني فيها. تاني، البوينت موجوده هنا صح؟ في حد هيقول لي يا مستر انا عايز اخلي البوينت هنا، كده النمبر بتاعي يبقى ايه؟ 32 بوينت كام؟ 1 صح؟ الزيروز اللي ناحيه الليفت دي كلها لما يتشال البوينت ملهاش اي لازمه عندي. طب انت كده حركت البوينت ناحيه الليفت ولا ناحيه الرايت؟ ناحيه الرايت صح؟ طب بنحط 10 باور كام؟ يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف. طب انت عديتها من كام نمبر؟ 1 2 3 4 5، يبقى 10 باور 5. يا شباب حد تاني يقول لي لا يا مستر انا مش عايزها هنا، انا هجيب البوينت هنا. اصبح عندي 0.321 تايمز، احنا البوينت بنحركها ناحيه الرايت نيجاتيف، يبقى 10 باور نيجاتيف عادي. طب حركناه من كام نمبر؟ 1 2 3، يبقى نيجاتيف 3. شايفين النمبر ده هو النمبر ده بالظبط، مفيش اي اختلاف ما بينهم. يعني ممكن وانا شغال ابص الاقي ده هو اللي موجود في الريزلت عندي او في الاجابات عندي، ممكن الاقي ده. تمام؟ طب حد تاني يقول لي لا ده انا عايزها 3 2 1. عارف معنى ان هي بقت 3 2 1؟ يعني انت خدت البوينت خليتها هنا في الاخر. كده انت حركت البوينت دي ناحيه الايه؟ ناحيه الرايت. من كام نمبر؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 6. بص بقى، النمبر الاولاني ده هو ده هو ده هو ده، مفيش اي ديفرنت ما بينهم، هم زي بعض في الفاليو. يعني انا ممكن تبقى الكالكوليتور مطلع لي كده بس ما الاقيهاش، الاقي دي او الاقي دي او الاقي دي. فاهمين حاجه؟ اكيد. طيب دلوقتي بقى انا لو معايا مثلا 2 5 6 0 0، مفيش اي بوينت صح؟ هي البوينت لو ما ظهرتش في النمبر ده معناه ان هي فين؟ ناحيه الليفت ولا ناحيه الرايت؟ ناحيه الرايت. تمام؟ هي لو ناحيه الليفت ما هي ظاهره، تمام؟ يبقى النمبر صغير. لكن لو النمبر ده انتجر نمبر كده او حاجه صحيحه كده، بتلاقي البوينت الناحيه دي. يعني ممكن نلاقي البوينت دي هنا وفي بعدها 0 0. لو عايز احركها ناحيه الليفت، احنا قلنا احنا بنحرك ناحيه الليفت بنحط الباور ايه؟ بوزيتيف. تمام، خليها لي كده 2.56. 2.56 يعني انت هتخلي البوينت هنا صح؟ يبقى 2 بوينت كام؟ 56. معايا؟ الزيروز دي بقى زي ما هي، اللي هما الاثنين دول، سيبك من اللي بعد البوينت ده ملوش لازمه دلوقتي. طيب جبنا البوينت هنا، انت كده حركتها ناحيه الليفت، الباور بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. حركناها من كام نمبر؟ 4. بس يبقى النمبر ده ايكوال النمبر ده. الدكتوره اللي جنبك كده خليها لي مثلا 25.6. تايمز 10 باور كام؟ ليه؟ انت هتجيب البوينت الناحيه دي، حركتها من كام نمبر؟ 3 صح؟ ناحيه الليفت يبقى نحط باور ايه؟ باور بوزيتيف. يبقى احنا دلوقتي عايزين نتعلم مع بعض حدوته بسيطه خالص. ركز على البوينت، لو عايز تغير شكل النمبر بتاعك ركز على البوينت. لو انت حركتها ناحيه الليفت حط 10 باور بوزيتيف، حركتها ناحيه الرايت حط 10 باور ايه؟ باور نيجاتيف. نكررها مع بعض مره معلش عشان ما ننساش. يبقى لو هنحرك ناحيه الرايت بنحط 10 باور ايه؟ طب ناحيه الليفت 10 باور بوزيتيف. كل الناس تطلع كده الكشاكيل بتاعتها. هنبدا ناخد بعض النمبرز كده وعايزك تغير لي الشيبز بتاعتها. يلا 2 نمبرز بس عشان ما نطولش في المنطقه دي. احنا كده خلصنا الحته اللي هو ايه اللي هو كان بيكلمنا فيه. يلا يا حاجه. خدنا الكونفرجنس هنا او التحويلات هنا، خدناها امتى؟ خدنا التحويلات الحصه اللي فاتت، ازاي بنحول من تيرا وجيجا وميجا والكلام ده. لا خد اصل دلوقتي بقت في المنهج ما بقتش تاسيس، ما خدناش من اول ما بدانا منهج صح؟ من اول حصه. امتى؟ احنا ما خدناش في المنهج غير حصتين دلوقتي.
هنفضل متاخرين كده على طول؟ انت ضيعت جزء كبير دلوقتي من الحصه. اسماعيل، لما بدانا منهج بعد ما خدنا الميجرمنت بروسيس خدناها بعدها تاني؟ ماشي. احنا خدنا الفراكشنز والملتبلايرز والدايمنشال ماشي. انت مش فاهمه هو عايز ايه، هو كل اللي هو عايزه عايزك تغير الشيب بتاع النمبر وخلاص، بس يفضل نفس الفاليو. طب نعمل ايه؟ هتحرك بالظبط. هو هنا بيقول لك هاتي اي 3 شيبس من دول بس في الاخر يبقوا نفس الفاليو. هتقعد تحركي البوينت وخلاص. تحلش ليه؟ ايه؟ نسيت؟ مفيش حاجه معاك يعني؟ هو زي ما انت عايزه، غير الشيب بتاع النمبر وخلاص. يعني انت غير الشيب بتاع النمبر زي ما يعجبك اعملي. ماشي. ماشي. ماشي كويس تمام. بس يا اسماعيل بطل كلام. اسماعيل حل يا اسماعيل كده اول واحده، قولها لي كده. انت عايز البوينت هنا صح؟ هتحرك البوينت ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ لحد فين؟ يعني هنا بعد الزيرو على طول؟ طيب بقت كام؟ بقت 0.2 على طول. 5 6 3. حركها يا دكاتره من نمبر واحد بس، طالما ناحيه الرايت يبقى ايه؟ 10 باور نيجاتيف 1. طيب بعد كده هتخليها مثلا 2.563 بس تايمز 10 باور نيجاتيف 2. بعد كده ينفع تخليها 25.63 بس تايمز 10 باور نيجاتيف 3. كل مره كان بيحرك فيها البوينت ناحيه الرايت كان بيزود نيجاتيف 1 على الايه؟ على الباور. تمام؟ طيب قول لي اللي بعدها كده. ها 125 والبوينت موجوده هنا، عايز تحركها رايت ولا ليفت؟ كام نمبر؟ عايز يجيب دي هنا كده. البوينت هنا بقت 12 بوينت 5 6 7 3. بس تايمز كام؟ تايمز 10 باور 1. كمل. ناحيه الليفت برضه ولا رايت؟ ناحيه الليفت مرتين. فهو كده خلاها 1.25 كام بقى؟ 5 6 7 3 تايمز 10 باور 2. طب حرك لي بقى المره دي ناحيه الرايت مش الليفت. يعني 1 2 5. طب خليها لي هنا. كده 1 2 5 5 6 7.3 تايمز 10 باور كام؟ نيجاتيف 3. عشان حركنا البوينت ناحيه الرايت بنحط نيجاتيف، ناحيه الليفت بنحط ايه؟ بوزيتيف. خلصنا كده الكلام ده؟ طيب ده اللي هو كان عايزه من حضرتك تتعلمه في الجزئيه اللي عدت دي. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ركز بقى معايا في شويه حاجات كده نظر يا دكاتره. بص هو عمال برضو هنا شارح لك نفس الكلام اهو. كان بيقول لك 1 قدامه كام زيرو؟ 5 0 يبقى هي 10 باور 5. طيب هنا بعد البوينت فيه كام نمبر؟ ادي 1. تمام؟ بص للبوينت وشوف بعدها كام نمبر. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. فحطها 10 باور ايه؟ نيجاتيف 5. يبقى انت لو بتعد نمبرز بعد البوينت حط نيجاتيف. طب لو بتعد زيروز بعد ال1 حط بوزيتيف على طول. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. هنا كمان بيقول لك ريمبر ده انك انت لو جيت بتعمل تايمز ل 10 باور حاجه و10 باور حاجه بتعمل ايه؟ بلس للايه؟ للباورز بتاعتهم. فخدنا ال5 بلس نيجاتيف 4 اداني ايه؟ اداني 10 باور 1.
وهنا برضو بيقول لك ريمبر انك انت لو عندك باور فوق وباور تحت لل10 وال10 بتاخد اللي فوق ماينس اللي تحت، يعني 5 ماينس 4. كلام تافه وحضرتك عارفه، ففي الاخر هيديك 10 باور 9. تمام؟ ماشي. دي مالها؟ بصي هي هنا شايفه دي البوينت كانت هنا، هو خلاها هنا بقت 1 بس. لا هو بيعد يعني هو انت عارف هو واخد ال1 ده عايز يطلعه هنا، عايز يخليه ولا هنا. فاهمه ازاي؟ انت ينفع تاخد البوينت توديها هي هنا، وينفع تاخد ال1 تجيبها هنا، فخليكي ماشيه بطريقه البوينت اللي انا قلت لك عليها. تمام؟ انا دلوقتي هحرك البوينت اجيبها هنا كده، حركتها ناحيه الرايت. هو هنا حرك النمبر ما حركش البوينت. احنا اللي احنا خدناه بنحرك البوينت. لو حرك البوينت ناحيه الرايت احط انا ايه؟ نيجاتيف. لو حرك البوينت ناحيه الليفت احط بوزيتيف. طبعا في الكونفرجنس يا دكاتره لو احنا خدنا فعلا الكونفرجنس او خدنا التحويلات هنا، احنا اكيد خدنا التيرا والجيجا والميجا والكيلو. تمام؟ وخدنا الناحيه الثانيه الملي والمايكرو والنانو والانستروم والبيكو والفيمتو، وحفظنا الحاجات ديت وعرفنا كل التحويلات، وقلنا ان التحويلات دي بتاعت المنهج بتاع ثانيه وبتاع ثالثه. طب في ناس ما حضرتهاش، ماشي، هنزل لكم ليها فيديو خلال النهارده او بكره. ما فهمتوش من الفيديو التفاصيل بسيطه، هاجي رايح جاي في اول السيشن اللي جاي وشارحها كلها من الاول. تمام؟ عشان ما نبقاش كررناها مرتين بس. ماشي، ما هم دول مش مهمين خالص ومش هيقابلوكي. السنتيمتر، انت عارفه اصلا ان السنتيمتر والمتر مين اللي اكبر، السنتيمتر ولا المتر؟ اكبر بقد ايه؟ اكبر ب 100 صح؟ المتر في 100 سنتيمتر. تمام؟ او في 100 ايه سنتيمتر. طيب ال 100 دي 1 قدامه كام زيرو؟ يعني تعتبر 10 باور كام؟ لما بنحول من المتر للسنتيمتر 10 باور 2. طب من السنتيمتر للمتر 10 باور نيجاتيف 2. من الكبير للصغير بوزيتيف، من الصغير للكبير نيجاتيف. تمام؟ طب مثلا لو انا بتكلم عن المتر بس بالله عليك يا اسماعيل شويه، والمليمتر، مين الاكبر، المتر ولا المليمتر؟ المتر اكبر بقد ايه؟ المتر في 1000 ايه مليمتر. طب ال 1000 ده عباره عن 1 قدامه كام زيرو؟ 3 زيرو صح؟ طيب يبقى احط 10 باور 3. طب انا لو عايز ارجع من الصغير للكبير 10 باور نيجاتيف 3. الكونفرجنس يا دكاتره مهمه جدا 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 في منهجك. الناس اللي ما حضرتهاش زي ما اتفقنا هنزلها لك في فيديو كده، وحضرتك ايه؟ هتبدا تشتغلها واحده واحده كده مع بعض. طيب صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. ركز بقى كده معايا بالله عليك، علشان ده كلام برضو اسي او نظري كده، عايزك تاخده على السريع وتفهمه في بعض الاسئله. بيقول لي حاجه اسمها الستاندرد ايه يونتس. في حاجه اسمها الستاندرد ايه يا دكاتره؟ يونتس. ركز بقى كده معايا. كلنا كنا عارفين ان اللينس الميجرنج يونت بتاعته هي المتر صح؟ يعني انا دلوقتي لو قست اللينس بتاعي وطلع مثلا 1.7 في الاخر بحط ايه؟ ام. الام دي معناها ايه؟ متر صح؟ فالميجرنج يونت بتاعت اللينس هي المتر، بتاعت الديستانس هي المتر، تمام؟ بتاعت الهايت هي المتر. بس العالم كله ما كانش يعرف المتر ده، هو احنا عرفناه كاسم بس او كنيم بس، لكن ما كناش نعرف هو المتر ده قد ايه بالظبط. جت بقى دكاتره فرنسا في الاول كده وصنعت لنا الستاندرد متر. تمام؟ الستاندرد متر ده دكاتره هو هنا بيقول لي فرنش بيبول وير ذا فيرست هو يوز ذا ايه؟ ذا متر از ستاندرد يونت. يعني اول دوله في العالم استخدمت المتر كستاندرد يونت هي كانت فرنسا. تمام؟ فور ميجرنج ذا لينس. طيب ايه هو بقى الستاندرد يونت ده يا دكاتره؟ او الستاندرد متر ده؟ صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. جابوا رود كده يا دكاتره، وركز لي بالله عليك في الكلام ده كويس قوي عشان ده خلاصه الرغي اللي مكتوب عندك ده كله. جابوا رود او احنا بنقول عليها بالعربي كده ساق، حته زي ايه؟ زي حته خشبه صغيره كده. وجم جايين عاملين حفروا حفره صغيره كده هنا، عملوا بوينت كده صغيره، وعملوا ميجرنج الكام؟ ها؟ ل 100 سنتيمتر. وجم عاملين بوينت ثانيه كده او علامه ثانيه، وقالوا للناس كلها هو ده الستاندرد متر. احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا حاجه اسمها المتر تاب صح؟ طب احنا يعني كاتبين على المتر تاب ده 0 1 2 3 منين؟ فرنسا هي اللي عملت الكلام ده، هي اللي حددت الفاليو بتاعتها او اللينس بتاع ال1 متر قد ايه.
عملته من خلال ان هي جابت الرود الصغيره دي وعملت حفره صغيره كده في نهايتها وقاست 100 سنتيمتر، وبعد كده عملت حفره ثانيه وقالت للعالم كله انت لو عايز تعرف الميتر قد ايه تعالى قيس دي. طيب صنعتها من حاجه اسمها الإيريديوم والبلاتينيوم، تمام؟ من مادتين إيريديوم وايه؟ وبلاتينيوم. اشمعنى الإيريديوم والبلاتينيوم بالذات؟ ليه ما صنعتهاش مثلا من الازاز او من الجلاس عموما؟ عشان الجلاس ممكن يتكسر. طب ليه ما صنعتهاش من الايرون؟ ممكن الايرون او الحديد يصدي. صلينا على الحبيب. فهي جابت الإيريديوم والبلاتينيوم. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. يبقى ايه هو بقى الستاندرد ميتر يا دكاتره؟ خد بالك انت دلوقتي حط في دماغك ان الستاندرد ميتر ده ديستانس كده معينه محطوطه على رود. يعني جبنا رود كده او ساق كده، حفرنا حفره وعملنا ميجرنج ال 100 متر ل 100 سنتيمتر وعملنا حفره ثانيه. اي حد فينا عايز يعرف الميتر قد ايه يجي يعمل قد الحته دي، تمام؟ بقت هي كده حاجه زي ايه؟ اي حد عايز يعمل ميتر تاب او يعرف الميتر قد ايه لازم يجي يقيس الحته اللي موجوده في فرنسا دي. صلى على الحبيب عليه السلام. بيقول لي الستاندرد ميتر از ذا ديستانس بتوين تو ايه؟ انجرافد ايه؟ ماركس، تمام؟ يعني علامتين اتنين. طيب ات ذا اندز اوف رود، يعني علامتين اتنين. الميتر عموما الديستانس بتوين ماركس محطوطه على رود. الرود دي ميد اوف ايه؟ بلاتينيوم اند إيريديوم، تمام؟ الوي كيبت ات زيرو كونستانت، يعني محفوظه عند الايه؟ زيرو سيليزيوس، تمام؟ ات ذا انترناشونال ايه؟ بارو ده اللي هو المكتب الدولي للمقاييس والموازين، ترجمتها كده نير باريس، يعني قريب من باريس، قريب من العاصمه بتاعت فرنسا، تمام؟ يبقى الرود دي محفوظه فين يا دكاتره؟ في مكتب كده في فرنسا. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هو الستاندرد لينس عباره عن رود، صح؟ فيها كم مارك؟ اتنين. المارك دي الديستانس ما بينهم كام؟ كام؟ 100 سنتيمتر او 1 متر، تمام؟ طيب الرود دي متصنعه من ايه؟ من الإيريديوم والبلاتينيوم، بس مش محتاج اعرف غير كده. يبقى هو الستاندرد رود تاني مع بعض كده واحده واحده. دي الديستانس بتوين تو ماركس، ما بين علامتين على رود معينه، تمام؟ يبقى هو عامل مارك هنا وعامل مارك هنا. الدبانه دي مش هتسكت بقى ولا ايه؟ عملت ايه؟ شقلبت الدنيا ومشيت. يبقى صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. معلش يا دكاتره جاوبوا كده معايا واحده واحده. يبقى الستاندرد ميتر او الستاندرد لينس ده عباره عن رود، صح؟ فيها كم مارك؟ 2 مارك، تمام؟ طب ال 2 ماركس دول مالهم؟ الديستانس ما بينهم كام؟ 1 ايه؟ متر او 100 ايه؟ سنتيمتر. طب ال 100 سنتيمتر ده او الرود دي متصنعه من كام؟ من كام ماده او من كام ماتيريال؟ 2 ماتيريال اللي هم مين ومين؟ إيريديوم والبلاتينيوم، تمام؟ بس كده خلصنا اول حاجه. محفوظه فين؟ نيرست باريس وخلاص، او نير باريس، قريب من باريس، في مكتب كده بيحفظوا فيه كل الحاجات دي. طيب صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. ماشي. الكلام ده كله كلام ملوش اي 60 لازمه عندنا خالص. تعال خش على الستاندرد ماس. برضو احنا كنا عارفين ان الميجرنج يونت بتاعت الماس هي الكيلو جرام، تمام؟ طيب احنا عارفين النيم، كلمه كيلو جرام احنا عارفين اسمها وخلاص، بس الكيلو جرام ده قد ايه بالظبط؟ جابوا بقى ايه يا دكاتره؟ صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. جاب لحضرتك دلوقتي سلندر ميد برضو من مين؟ البلاتينيوم والإيريديوم. يعني جاب سلندر كده، جاب هو بيجيب البلاتينيوم والإيريديوم ويعملهم كده مع بعض ماتيريال واحده، تمام؟ كانه بيعجنهم كده مع بعض وبيصنع لي منهم سلندر. السلندر دي ليها ايه؟ ليها هايت معين ولها اريا معينه، بس بيخلي الويت بتاعها او الماس بتاعتها 1000 ايه؟ جرام. 1000 جرام اللي هي تعتبر كام يا دكاتره؟ 1 كيلو جرام. يبقى في الستاندرد ميتر جاب الإيريديوم والبلاتينيوم وعمل رود. في الستاندرد ماس جاب البلاتينيوم والإيريديوم وعمل ايه؟ سلندر، تمام؟ تاني ركزوا كده معايا. في الستاندرد ميتر جاب ايه وايه؟ بلاتينيوم وإيريديوم وعمل ايه؟ رود، تمام؟ طب الرود دي عمل فيها مارك ومارك تاني وخلى الديستانس ما بينهم كام؟ 100 سنتيمتر. وقال لاي حد في العالم عايز تعرف الميتر قد ايه؟ تعالى قيس بقى بتوين التو ماركس دول. طيب بعد كده جاب برضو الإيريديوم والبلاتينيوم وعملهم كده كماتيريال واحده او عمل منهم ميكتشر معين، وبعد كده صنع منه ايه؟ سلندر. السلندر دي لها هايت معين ولها اريا محدده،
وفي الاخر خلى الماس بتاعتها 1000 جرام اللي هي 1 كيلو جرام، وبقت هي بقى الحاجه الثابته. اي حد عايز يعرف الكيلو جرام قد ايه يجي يعمل زي دي، تمام، يجي يعمل زيها بالظبط. في مشكله في الكلام ده؟ طيب صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. الستاندرد تايم او السكند عموما، هما زمان كانوا بيقسموا الدي او كانوا بيتعاملوا مع اليوم عموما او الدي على انه كذا سكند. هو الدي يا دكتوره في كام اور؟ 24. طب الاور فيها كام مينت؟ 60 صح؟ طب ال 60 فيها كام سكند؟ 60 كمان. اعمل لي دول كده كلهم تايمز كده مع بعض. ها جرب كده تعملها، شوف نفس النمبر ولا لا. هيطلع لك كام؟ ها 86 كام؟ 400 سكند. هم زمان، بص بقى ركز معايا في الكلمتين دول عشان دي اخر حدوته نظري، بعد كده نخش في المسائل. احنا الليالي اللي فاتت كلها او التو سيشنز اللي فاتوا كان فيهم نظري كتير، من هنا ورايح بقى تبدا تتعامل مع الفيزيكس بجد. المسائل وطرق الحل ومسائل مختلفه يعني والقوانين بتاعه الفيزيكس، فهتفكك بقى من الهم ده. انت عايز تذاكر كويس الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. هتحفظ الستاندرد ميتر، ده كان عباره عن ايريديوم وبلاتينيوم، وجبنا منهم رود، عملنا مارك وقسنا ديستانس 100 سنتيمتر وعملنا المارك الثاني، تمام، وقلنا للناس ده الستاندرد بتاعك. عايز تعرف الميتر قد ايه؟ تعالى قيس دي. برضو عشان نعمل الستاندرد ايه ماس، جبنا برضو الايريديوم والبلاتينيوم وعملنا منهم سلندر، بس الماس بتاعتها كانت 1000 جرام، وقلنا لاي حد عايز تعرف الكيلو جرام قد ايه يا عم تعالى هو ده. بس احنا لو سيبنا الموضوع مفتوح كده، انت عارف ان مثلا ان الماس بتتقاس بالكيلو جرام. طب هو قد ايه؟ ممكن مثلا لو حد صنع كيلو جرام بمزاجه وحد تاني صنع كيلو جرام بمزاجه، هتلاقي الكيلو جرام هنا غير هنا، تمام. فلازم يكون في حاجه ستاندرد كده كل الناس بترجع لها. فده اللي حصل زمان. كان بيحصل مشاكل كتيره جدا بسبب استخدامهم للتايم عموما. بمعنى هم كانوا بيتعاملوا مع الدي الواحد او مع اليوم ان هو كام؟ 86 400 سكند، تمام. يعني مثلا تقول له الطياره مثلا هتطلع من القاهره رايحه مثلا امريكا، هتاخد تايم كذا، كان بيحسبها لك بالسكند. يعني ممكن مثلا تلاقيه كاتب لك مثلا 20 تايمز مثلا كام؟ 10 باور 6 سكند. تبص تلاقي ان الطياره وصلت قبل الميعاد ده او ايه او بعده. فالحساب بالايه؟ الحساب بالسكند زمان، تمام، كان بيبوظ لي الايه؟ كان بيسموها ذا ديلي تايم، تمام. عموما يعني كان بيبوظ لي الحسابات بتاعتي او كان بيعمل لي مشاكل. انت دلوقتي في حاجات تانية بيستخدموها، لما يعني بيقول لك مثلا ان الطياره هتطلع من القاهره في اللحظه الفلانيه وهتوصل هناك في اللحظه الفلانيه، فالقياسات او الميجرمنتس بقت بقت ادق من حساباتهم بالسكند زمان. يبقى زمان يا دكاتره اقول لك على حاجه، انت لو انطلب منك مثلا معاك برتقانه كده تقسمها لاثنين، هتبقى دقيق صح؟ ممكن تبقى دقيق شويه. طب لو حد طلب منك تقسمها لاربع بارتس كده، 4 بارتس، هتعرف؟ بس بشرط تخلي كل بارت من دول قد التاني. هيبقى في صعوبه ولا سهوله؟ موضوع صعب. طب قال لك قسمهم لي بالشكل ده كده وطلع كل واحد قد التاني، هتعرف؟ ما بالك بقى هو مقسم هنا الدي الواحد لكام بارت؟ 86 400. فدايما الحسابات بتاعتهم ما كانتش بتبقى مظبوطه. سفينه مثلا معروف انها توصل بلد تانية بعد اسبوع، تبص تلاقي وصلت بعد 10 ايام. طب ما هم عاملين حسابهم على اكل معين وعلى ميه معينه وعلى برضه بنزين معين ولا بتاع، فكانت الحسابات ما بتبقاش مظبوطه زمان، فكانت الدنيا ملخبطه معاهم. الاتوميك سيزيوم كلوك بقى يا دكاتره، ده النظام اللي بقوا بيقيسوا بيه. دي كانت دقيقه جدا. يعني لو جه قال لك ليه ما بنستخدمش السكند؟ عشان السكند ما كانتش دقيقه، لكن دي مور اكيورسي، يعني الدقه بتاعتها عاليه شويه، تمام. يبقى ايه البديل؟ انك انت تستخدم او تقسم الدي لسكند، حاجه اسمها الاتوميك سيزيوم كلوك، تمام. الاتوميك سيزيوم كلوك دي بتتميز بايه بقى؟ بتتميز بان هي دقيقه جدا في الحسابات بتاعتها. ده اللي احنا عايزينه من النظري ده كله، وما ترغيش كتير، لان المناطق دي ما فيهاش اللي بالك فيه. يعني مش هتلاقي عليها اسئله في الامتحان غير اللي اتقال لك دلوقتي بس. طب نراجعهم مع بعض تاني. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الباشمهندس كده لو بحرك البوينت ناحيه الرايت بحط 10 باور كام؟ لا اسمك ايه؟ احمد. لو هحرك البوينت ناحيه الرايت يا عم احمد نيجاتيف صح؟ طب احركها ناحيه الليفت بوزيتيف. ممتاز. فهمنا القصه دي وازاي بنغير الشيب بتاع النمبر صح؟
طيب حضرتك بقى قول لي كده، عموما الستاندرد لينس ده عباره عن ايه؟ رود متصنعه من ايه؟ iridium بلاتينيوم. بنعمل ايه في الرود دي؟ بنحط مارك وبنقيس كام؟ 100 سنتيمتر، ونحط مارك تاني، وبنقول للعالم كله ان دي الستاندرد لينس. عايز تعرف ال 1 متر كام؟ تعالى قيسها من هنا. طيب لو بتكلم عن الستاندرد ماس، ها اتصنعت ازاي؟ هي 1000 جرام ماشي، اتصنعت ازاي برضو؟ جاب المره دي سلندر، بس صنع السلندر دي منين؟ من الإيريديوم برضو البلاتينيوم. تمام؟ عمل منهم ميكتشر كده وصنع منهم الايه؟ السلندر دي. خلى لها دايمنشنز معينه، بس كان دقيق جدا في ان الماس تكون 1000 ايه؟ جرام. وحطها ستاندرد كده عنده نير باريس. اي حد عايز يعرف الماس او الكيلو جرام كام يروح باريس ويعرف الايه؟ الفاليو بتاعتها كام. تمام؟ طيب زمان كانوا بيستخدموا في التايم السكند، كانوا بيقسموا الدي ل 86 400 سكند. الحسابات بالسكند ما كانتش ايه؟ ما كانتش دقيقه. فبعد كده وصلوا لايه؟ ها؟ الاتوميك سيزيوم ايه؟ كلوك. صلوا على الحبيب بقى كده عليه الصلاه والسلام. اهم حاجه في الليسون ده دكاتره الدايمنشنال فورمولا. تمام؟ دلوقتي عايزين نعرف الدايمنشنال فورمولا دي عباره عن 3 حروف ام وال وتي. صليت على الحبيب عليه الصلاه والسلام. نكرر كده مع بعض. يبقى الدايمنشنال فورمولا عباره عن كام حرف يا دكاتره؟ 3. مين ومين؟ ام وال وتي. بص يا سيدي، وانت بتجيب الدايمنشنال فورمولا لاي فيزيكال كوانتستنس اوفر التايم، اول حاجه بنعملها يا دكاتره بنكتب الرول بتاعتنا. تمام؟ لو لها رول بكتبها واروح اتاكد هو الديستانس فاندامنتال ولا ديرايفد؟ ها؟ انتوا عارفين يا فاندامنتال ليه؟ هو انا ينفع الديستانس افكها لقانون جديد؟ هو انا بحسب الديستانس ازاي؟ بجيب متر تاب. يعني انا لو عايز احسب الديستانس بين الحيطه دي والحيطه دي، مش هجيب متر تاب واقيسها؟ هل انا عشان اجيب الديستانس قست حاجات ثانيه ولا قست الديستانس على طول؟ معايا؟ قسنا الديستانس على طول، يبقى الديستانس دي فاندامنتال. تمام؟ يبقى طالما مش هينفع تتفك لحاجه ثانيه فهي فاندامنتال. طب احنا بنحسب التايم ازاي؟ مش بنبص للساعه ونحسب التايم؟ هل بنحسب حاجه ثانيه عشان نجيب التايم؟ لا، يبقى ده برضه فاندامنتال. طيب خد بالك بقى، اي حاجه الميجرنج يونت بتاعتها المتر بشيلها واحط ال. تمام؟ اي حاجه الميجرنج يونت بتاعتها الكيلو جرام بشيلها واحط ام. تمام؟ اي حاجه سكند او مينت او حاجه زي كده اشيلها واحط تي. الثري ليترز دول يا دكاتره دول اللي بنقول عليهم ايه؟ دول الدايمنشنال فورمولا. معايا؟ يبقى انا لما اجي اجيب الدايمنشنال فورمولا لاي حاجه، اول حاجه لو لها قانون اكتبه، وبعد كده بص لكل حاجه في القانون ده. الاكس الديستانس، هل الديستانس لها قانون؟ لا. خلاص. طب التايم ليه قانون؟ لا. يبقى احنا كده خلاص فكينا الايه؟ حولنا الحاجه من درايفد للفاندامنتال. دول الاثنين فاندامنتال. اول ما تتاكد ان السايت ده كله فاندامنتال ابدا بقى. انت الميجرنج يونت بتاعتك الايه؟ المتر. طب انت الميجرنج يونت بتاعتك الايه؟ السكند. طب احنا لما بنلاقي متر بنشيله ونحط ال. تمام؟ طب لما بنلاقي سكند بنشيلها ونحط تي. ركز بقى، احنا بنجيب الدايمنشنال فورمولا لل سبيد صح؟ الحاجه اللي انت بتجيب لها الدايمنشنال فورمولا حطها ما بين براكتس كده. مركزين يا دكاتره؟ يبقى اول حاجه عملناها كتبنا القانون بتاعنا عادي. اتاكدنا ان دي مش هتتفك تاني، ان دي فاندامنتال خلاص، وان دي كمان فاندامنتال. خلاص اشوف الميجرنج يونت بتاعتها المتر، المتر يبقى ال، السكند يبقى تي. اتفقنا مع بعض ان ما ينفعش اكتب الدايمنشنال فورمولا فوق وتحت، لازم كلها تبقى على لاين واحد كده. يبقى ال دي باور 1 تحت، لما تطلع فوق تبقى كام؟ تي باور نيجاتيف 1. يبقى كده خلاص جبنا الدايمنشنال فورمولا بتاعت مين؟ بتاعت السبيد. تمام؟ طب لما نيجي نتكلم عن الاكسلريشن، حد فاكر الاكسلريشن كنا بنرمز لها بايه؟ سمول كده. الحاجه الوحيده اللي في الدايمنشنال فورمولا بتتكتب سمول هي الاكسلريشن بس. هي الاكسلريشن عباره عن ايه؟ في اوفر تي. تمام؟ الفيلوسيتي اوفر التايم. طيب تعالى ركز معايا. احنا اتفقنا اول حاجه بنعملها واحنا بنجيب الدايمنشنال فورمولا لازم اتاكد ان السايت ده كله فاندامنتال. هي السبيد فاندامنتال؟ ينفع تتفك تاني صح؟ تتفك لايه؟
ديسبيسمنت مثلا اوفر التايم. طب كان في تايم تحت، يعني التايم اللي كان تحت هو زي ما هو، الفي بس هي اللي اتفكت للدي اوفر التي. طيب يبقى دي تي تايمز تي، يعني تي باور ايه؟ تي باور 2. الديسبيسمنت بالمتر، التايم بالايه يا دكاتره؟ بالسكند. تعالى بقى نكتب الدايمنشنال فورمولا بتاعتها. المفروض ان الاكسلريشن زي ما قلت لك كل الليترز بتبقى كابيتال ما عدا الاي. ركز بقى، طالما انت بالمتر هشيلك واحط ال، طب طالما انت بالسكند هشيلك واحط تي، بس تي باور 2 عشان دي تايم باور 2، ودي اكيد سكند باور 2. ينفع نكتب الدايمنشنال فورمولا فوق وتحت؟ هنخليها كلها على لاين واحد، يبقى ال تي باور 2 لما تطلع فوق تي باور نيجاتيف 2. يبقى كده احنا قدرنا نجيب الدايمنشنال فورمولا بتاعت مين؟ بتاعت الاكسلريشن. طيب لو جيت قلت لك الفورس ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن، تمام؟ دكتوره اللي في الاخر خالص اشتغليها لي كده. احنا عايزين نجيب الدايمنشنال فورمولا بتاعت مين؟ بتاعت الفورس. فاكره اول حاجه كنت بركز عليها هي ايه؟ ها؟ شايفه السايد ده؟ لازم اتاكد ان كله فاندامنتال. كلمه فاندامنتال ودرايف ده احنا قلناها في السيشنز اللي فاتت، لما تسمعي الفيديو هتفهميها. هسالك سؤال، انت لو عايزه تعرفي الماس بتاعت نفسك بتعملي ايه؟ ها؟ لو عايزه تقيسي الماس بتاعتك تعملي ايه؟ هروح اقف على ميزان، صح؟ تمام. هل انا عشان اعرف الماس رحت قست حاجات ثانيه ولا قستها هي على طول؟ عملت لها هي ميجرنج على طول، يبقى دي فاندامنتال، خلاص ما اروحش ناحيتها. طب الاكسلريشن، مش الاكسلريشن دي عباره عن الفي اوفر التي؟ طيب التي دي فاندامنتال برضه، يعني انا لو عايز احسب تايم احسبه هو على طول، لكن السبيد ديستانس اوفر ايه؟ اوفر تايم. خدي بالك كلها كده بقت فاندامنتال اهي. من الاخر اي حاجه لها لو او لها قانون لازم تتفك لحد ما نوصلها كلها لايه؟ لحاجات بالمتر وبالسكند وبالكيلو جرام. تايم تايمز تايم يديني تايم بار 2، تمام؟ طب المتر اصلا بالايه؟ كيلو جرام. طب الاكس دي ديستانس بالمتر. طب التايم ده سكند سكوير عشان دي تي سكوير. الاف بقى ايكوال، خد بالك بقى، الكيلو جرام بنشيلها ونحط ام، الام بنشيلها ونحط ال عشان دي متر. طب السكند بنشيلها ونحط تي، بس دي كانت سكند باور 2. ما ينفعش نخليها كلها كده فوق وتحت، فنحط ام ال تي باور نيجاتيف 2. يبقى دي الدايمنشنال فورمولا بتاعت الاف، ونخلي الاف كده في براكت عادي خالص. واحده واحده كده مع بعض. يبقى اول ستيب انا بعملها بتبقى ايه؟ اللي بعد ايكوال ده كله يكون كله فاندامنتال. بعرف هو فاندامنتال ازاي؟ اسال نفسك. يعني مثلا لو لقيت هنا سبيد، هي السبيد دي مش ينفع تتفك، صح؟ يبقى هي لسه درايفد. اول ما تتفك شوف اللي هي اتفكت لهم، هل في حاجه فيهم لسه عايزه تتفك منهم تاني؟ لو حاجه تتفك فكها، ما اتفكتش يبقى هي فاندامنتال. تمام؟ طيب اسال سؤال وحضراتكم اللي تعملوه، في حاجه اسمها الورك؟ نعم. الساعه كام؟ طب اخر حاجه وهنمشي. ماشي. اوعي بقى. الورك الفورس تايمز الايد تايمز الديسبيسمنت. ركزي كده يا دكتوره معايا بالله عليكي، قولي لي انت دي الفورس دي فاندامنتال ولا درايفد؟ لا انت درايف. طب لما افك الفورس، مش احنا كنا لسه قايلين الماس تايمز الاكسلريشن؟ تمام؟ طب الديسبيسمنت دي فاندامنتال ملهاش قانون. طب ابص لدول كمان لسه، الماس فاندامنتال زي ما هي. طب الاكسلريشن في اوفر تي، وادي الدي اهي. اركز مع دول، الماس فاندامنتال، السبيد ديستانس اوفر تايم، وكان في تايم تحت تايمز الديسبيسمنت. بص بقى كل واحده فيهم شوفيها بالايه؟ دي ماس بالكيلو جرام، دي ديستانس بالمتر، دي ديسبيسمنت بالمتر، ده تايم تي باور 2 اهي. طيب تعالي بقى نحولها، متر تايمز متر يعني متر سكوير. قلنا قبل كده يا دكاتره الكيلو جرام تبقى ام، الماس المتر قصدي ال باور 2. طب التايم تي باور 2، بس لما تطلع فوق تبقى تي باور كام؟ تي باور نيجاتيف 2.
بصوا يا شباب، احنا هنبدا نفهم الفاندامنتال والدرايف ده لما نسمع الفيديو بتاعنا. فلسوا الشويه بتوع الدايمنشنال فورمولا دول هبدا بيهم السيشن اللي جايه تاني من الاول، بعد ما تكونوا سمعتوا يعني ايه فاندامنتال يعني ايه درايفد، ونبدا بقى ناخد كل الافكار بتاعتها، وغالبا هنخلص ليسون 1 الحصه اللي جايه او السيشن اللي جاي. تمام؟ يلا توكلوا على الله. مش هيبقى فيه ورك لحد ما تجيبوا بس الكتاب السيشن اللي جاي، وغالبا هينزل قبل السيشن اللي جاي. لو ما نزلش هديكم بقى PDF وخلاص. تسلم، مش عايزك تبطل كده شويه. يا بس احنا بنقول على حاجه. انتوا ما بتبطلوش انتوا الاثنين، ما اعرفش ليه انتوا بقول والله على الهيك هي بتساوي